رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. كما عودناكم كل يوم في مطبخ كوندور عندنا وصفات جدد. اليوم عندنا حاجة خفيفة وسهلة وسبيسيال، ولا وش قال أحمد؟ اي والله. لا نحن بنعرف برمضان بنكون احيانا الناس بتحب الاشياء اللي تكون فيها اطباق ثقيله خلينا نقول وغنيه، واحيانا الناس تروح لاشياء اخرى اللي هي متعلقه بالمشروبات، لانه نحن في شهر رمضان الكريم دائما بنكون صايمين طول النهار، فنستحق حاجه هيك تكون بارده. وانت قلتي لي عندك حاجه خطيره اليوم، إن شاء حاسه الله. تديريها لنا. اليوم غادي ندير لكم مخيطو، بصح غادي نديرو مخيطو بخيز باش يكون شوية حلو وين قد يتوافق مع الأطباق الرمضانية الجزائرية إن ان شاء شاء الله. الله يا رب. إن شاء الله. قولي لنا شيف، وش وي. المكونات اللي موجودة في الموخيتو؟ أنا صراحة جامي سمعت موخيتو بالفريز، أنا أسمع آه، موخيتو بيكون في الليمون، صح؟ الوصفة الأساسية هي ليمون ليمون، ونعناع. بس هي مليحة والله. بدلت باش يكون شوية حلو باش قد يتماشى مع الأطباق الجزائرية. صح، وخصوصا إنه الفريز هو وقته موسمه هلا، نحن في في موسم هذا بموسم الفريز. الفريز. فقولي لنا وش مكونات مكوناتها سهلين وخفاف، ماشي حاجه مهم. كبيره. عندنا الفريز اللي هو مكون اساسي، مهم. عندنا عصير الليمون وين غادي نعصروه، مهم. عندنا النعناع، عندنا شويه عسل باش نزيدوا شويه حلاوه، وكاين السيرو تاع النعناع نقدروا نستغنوا عليه، بصح من الاحسن يكون كاين باش يزيد لنا هذيك النكهه الزايده. وعندنا الماء الغازي. أنا حبيت إضافة العسل مع الليمون، تعطي هيك المالح مع الحامض، بيطلع مم. بيكون حلو. وي يجي شباب. فبيطلع كثير منيح. يلا خلينا نشوف نبدو معناتها كيفاش. نبدو في تحضير وين غادي نعصروا الليم تاعنا. يعطيك الصحة. الله يسلمك. بسم الله. اليوم استعملنا روبو ماستر تاع كوندور بقوة 750 واط وثبات عالي، 11 وظيفة مع بلندر وأقراص شفرات متنوعة، سهل في الاستعمال ومثالي للتحضيرات اليومية، قوي بسيط واقتصادي. كوندور، البساطة في الخدمة. دروك درنا الليم تاعنا اللي حصرناه هنايا، ومن بعد نزيدوا النعناع ونزيدوا الفريز ونديروا شويه كلاصون باش يكون بارد، ونزيدوا العسل والسيرو تاعنا، ومن بعد نطحنوا كل شيء مع بعض، ما يسحقش، ما فيش عده مراحل يعني سهل. نديروا العسل قد مغرف وشويه، ماشي بزاف، ما تسحقش بزاف باسكو الفريز ديجا فيه شويه تاع الحلاوه. قلتي تقريبا واحد الكاس هكا تاع، مش بزاف. سي بون، دروك المخيط تاعنا راه واجد. غادي نديرو تزيين صغير مع التالي في الكرافه تاعنا باش نقدموه ويكون النتيجه النهائيه. والشكل ما شاء الله. شكراً. الفاينل. ومخيط تاع نهار اليوم راه واجد. احمد كي بان لك العصير تاع اليوم؟ والله كله فريش. انا متمني للمشاهدين لو كانوا واجدين موجودين معنا ويشموا الريحه ويشوفوا الالوان كيفاش صح. دايره. والله يعطيك الصحه شيف. شكرا. احمد انت من محبي العصائر ولا لا؟ العصائر هي حاجه اساسيه في رمضان الصراحه، لانه بتكون هيك بعد صيام يوم طويل، بتعطينا هيك الراحه وبتروينا من الظمأ اللي عشناه طول النهار. والله يتقبل منا الصيام يا رب. امين يا رب. امين يا رب. طبعا هذا العصير نحن درناه بمنتج تاع كوندور، المنتج اللي موجود بالكيو ار كود اللي موجود على الشاشه. ما عليكم غير تعملوا سكان، تروحوا لبروكسيما تشوفوا المنتج، تتعرفوا عليه اكثر، تطلبوه يوصلكم للدار ان شاء الله. ان شاء الله. دوك يا شيف، موعد السؤال اليومي. صح. سؤالنا لليوم بيقول: ما هو العنصر الاساسي الموجود في الموخيتو؟
كاين جاوبونا. مكونين احمد. كاين مكونين صح. يقدروا يجاوبوا في زوج. للزوج صح. اللي جو الزوج صح، واش جاوبوه فهو صحيح. كثروا بالكومنتار وجاوبوا اكثر لحتى تكون فرصتكم بالفوز اكبر ان شاء الله. ان شاء الله. وهيك بيكون انتهى لقائنا لليوم، نتجدد لقاء غدا ان شاء الله بطبق جديد ومفاجآت جديدة وجوائز كثيرة ان شاء الله. ومنتج جديد احمد. بيان سور اكيد. ومنتج جديد وصحة فطوركم. Condor, prenez votre envol.